في نادي ضباط القوات المسلحة، هحكي لكم كل التفاصيل وأقول لكم إزاي تدخلوا وكل الأسعار في الريف. تعالوا بينا، يلا نفتح كتاب. أكتر ما يميز النادي البحر الصافي، أجواء هادية، تنظيم بجد مميز جدا، مكان يستحق زيارة بكل تأكيد. بصوا بقى، من أول ما بتدخلوا من البوابة بتدفعوا 100 جنيه، بننزل على الجناين الجميلة والمكان الهادي المريح للأعصاب، كأنك في كومباوند روك كده، حاجة سكنية مميزة مريحة جدا للأعصاب. يعني أنت هتقضي يوم من حياتك فعلا. هنا بقى القعدات لطيفة، نزلنا على البيتش، ده الشاطئ بتاعهم، بتدفع 100 جنيه علشان تدخل الشاطئ. الشاطئ بسم الله ما شاء الله، هم مش محتاجين دعاية يعني، المكان معروف للناس كلها. بس انا كنت اول مره اروح، دي كانت حمامات السباحه، في حمام سباحه كبير جميل جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، الولاد هتتبسط جدا في النادي لان في اكتيفيتي كتير. هنا بقى طلعت العماره عشان اوريكم الشقه اللي انا اجرتها. انا مأجره حاجه اسمها مدني، احنا متاح لينا يا جماعه نأجر مدني. تعالوا تعالوا شوفوا الشط بقى وجماله والبحر والفيو. انا حياتي وقلبي هناك. بصوا بقى الجمال والحلاوه، ايه الفيو الرهيب ده. انا مش متخيله ان المكان ده اول مره ان انا اجيه وما كنتش اعرف عنه حاجه. المكان حقا حرفيا يستحق الزياره بكل تفاصيله، من النظافه للتنظيم لسعر الشقه اللي بيبدا من 3000 جنيه. انت قاعد شايف ولادك في حمام السباحه، انت قاعده مرتاحه، ولادك في امان، في سكيورتي، في حراسه، في كل حاجه هناك موجوده. طبعا زي ما انتم شفتوها معايا كده، السراير، الدولاب، الفيو. الفرش كان نظيف جدا زي ما انتم شايفين. الشقه عباره عن اوضتين وصاله كامله، فيها مراوح، فيها حمامين. عايزه اقول لكم ان انا بصراحه عجبني ان هي على البحر مباشره. دي كانت الغرفه الثانيه، ودي كان شكل الصاله، شاشه بالدش، المطبخ موجود فيه ثلاجه، السفره. شوفوا المساحه عامله ازاي، يعني انت هتلاقي الجمال ده فين. ده كان شكل التويلت. بصراحه بهتم قوي بالحمامات، لان الحمام كان نظيف جدا وظريف، يعني ما لقيتش اي تعليقات وحشه ان انا اقولها. المهم نيجي بقى على شكل الجناين المريحه للاعصاب، وبالليل بيكون في حفلات لذيذه هفرجها لكم بقى. ده كان شكل الحمام، ودي شكل العماير، في فيلل، في شقق دورين ممكن تأجروها. هنا بقى نزلنا على الحفله اللذيذه وانا عماله بغني مزاجي زي العسل. هنا بقى كل الاطفال بتلعب في الكيدز اريا، بتدفعوا 30 جنيه لاولادكم يقعدوا يلعبوا هناك ويستمتعوا. في بقى ترامبولين، في الزحليقه، في كل حاجه انتوا عايزينها. ده كان الممشى اللي موجود فيه كل المحلات اللي احنا بنشتري منها احتياجاتنا. على فكرة فيه هناك محلات سمك ومحلات كريب ومحلات كفتة، وكمان لغاية شحن الموبايلات في محلات هناك. هنا بقى الفاير شو، واو على الجمال، ايه الحلاوة والجمال ده. الناس دي بتدلع الجست اللي جاي يقضي يوم هناك. يعني بصراحة الفاير شو ده ممتع. الحفلة قعدت من الساعة 9 للساعة 1:30، وبتكون يوم الخميس والجمعة لو عايزين تروحوا. هنا بقى الساحل الشمالي والدلع والروقان. هنا حاجة جميلة كده، راقية شيك. عايزه اقول لكم لو خدتوا باباكم ومامتكم وهم ناس كبار في السن، هيستمتعوا جدا ويحسوا بالراحه في المكان، لان المكان يستحق فعلا ان انتوا تروحوا وتستمتعوا بحياتكم هناك. ده بقيه الفاير شو. مش عايزه بصراحه، الحفله طويله وجميله، وكان نفسي احطها لكم كلها في الفيديو. المهم تقدروا تحجزوا حجز مدني، احنا بنحجز حجز مدني، وبتقدروا تستعملوا كل الفاسيلتيز والاماكن الموجوده جوه النادي. ده كان شكل النادي بسم الله ما شاء الله. اكتر حاجه تميزه النظافه، 24 ساعه نظافه، الامن والحراسه زي ما قلت لكم. ما تنسوش بقى تروحوا تكتبوا لي تجربتكم في التعليقات. انا كده جبت لكم ارقى الاماكن الموجوده في العجمي، اللي هو نادي العجمي للضباط القوات المسلحه. بصراحه انتم مش هتلاقوا مكان مميز زي ده. لو محتاجين تحجزوا اكتبوا لي في التعليقات وانا هحط لكم رقم التليفون. اتمنى الزياره تكون عجبتكم وجبت لكم كل التفاصيل. طيب عايزين نحجز الشط بس يا مدام فيفيان، متاح تدخلوا تستخدموا الشط. عايزين نحجز حمام السباحه بس يا مدام فيفيان، ممكن من على البوابه تقول له انا هستخدم حمام السباحه بس وتدفع التذكره. النادي عجبكم مش كده ولا ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات، مستنيه رايكم وزيارتكم للمكان. باي باي.